انا راجل اهو بقول لك ان احنا كرجاله لما بنيجي نتكلم مع البنت اللي احنا مرتبطين بيها مش بنكون صادقين في كلامنا بنسبه 100%. احنا بنكون مش فاهمين الكلام اصلا اللي احنا بنقوله ده واقعي ولا لا، بس اللي هو بيبسطنا وبيخلينا نحس ان احنا بنتحب. كلام زي الوعود، زي كلام رومانسي بنقوله، كلام لطيف جميل حلو، انت بتضطري تصدقيه حتى لو من جواكي حاسه ان في حاجه غلط. والصدم في الموضوع ان انت بتتجاهلي اشارات او انذارات الخطر اللي عقلك بيديها لك، اللي بتحسي فيها احيانا ان الكلام ده فيه حاجه مش منطقيه، في حلقه مفقوده في السلسله، فبتخلي السلسله بدون معنى. بس بتتجاهليها وبتفضلي مكمله في التجربه الحلوه دي، باعتبار ان المشاعر اللي انت حاساها مش هتتكرر مع حد تاني، فبتبقي مبسوطه ومتجاهله اي كلام، تقولي لا هو صادق، لا هو بيحبني، هو كذا 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 كذا. بس بعد كده بتكتشفي الصدمه ان هو ما كانش بيحبك، هو كان بيحب شعور انك بتحبيه، بس الحب بالنسبه له ما كانش موجود، لان هو اصلا تعمد ان هو يقولك الكلام اللي هو مش حاسه صح ولا غلط، علشان بس يشوفك وانت بتتاثري، فبالتالي بتهتمي تديله مشاعر ايجابيه جميله بدون مجهود منه، بس مجهوده كان مجرد كلام معاكي. فانا حابب اوضح الفرق بين الكلام اللي احنا بنقوله بمنتهى السهوله وتاثيره المدمر على البنات بيكون عامل ازاي، سواء كان سلبي او ايجابي. السلبي ممكن يخلي البنت تبقى مدفونه بالحياه ومش عايشه، والايجابي ممكن يخليها عايشه في الوهم وفرحانه ومش شايفه اي حد غيره. علشان كده بليز، الكلام اللي اي حد يقوله لك صدقيه بنسبه 50%. اثبت ده بالافعال خير وبركه، ما اثبتش بالافعال يبقى انت على الاقل احتفظتي ب 10% عدم تكمله التجربه بالنسبه لك من جواكي، فلو ما كملتش فعلا تبقى انت على الاقل بقيتي اللي هو في ضرر نفسي اقل من البنات كتير بتتحط فيه، علشان بتبقى حاطه كل عشانها في الشخص اللي ممكن يكذب عليها وهو اصلا مش عارف هو بيقول ايه. ثانك يو.